في الوقت الذي عبرت فيه المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية عن قبولها للعرض الحكومي القاضي بزيادة قدرها 500 درهم لجميع موظفين عموميين نسالا لما دون العاشر والرتبة 5 و400 درهم ابتداء من السلم العاشر والرتبة 6. أعربت النقابات العمالية غير الممثلة في الحوار الاجتماعي عن رفضها لمقترح الجديد لوزارة الداخلية. وقد أعلنت الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها لنتائج الحوار الاجتماعي في الاجتماع الأسبوعي للمكتب المركزي للنقابات العمالية خلال الأسبوع الحالي، داعية إلى تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية المزمع خوضها في 28 أبريل الجاري. وسارت على المنوال نفسه المنظمة الديمقراطية للشغل التي دعت إلى زيادة 600 درهم لجميع فئات الموظفين دفعة واحدة. أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل رفضها عرض الحكومة القاضي باقتراح زيادة في الأجور في حدود 400 درهم و100 درهم تعويض عن كل طفل عقب الاجتماع الذي جمع النقابات بوزارة الداخلية. وأكد بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للمنظمة على رفضها الحاسم للعرض الحكومي المتعلق بالزيادة في الأجور الذي قدمته وزارة الداخلية للمركزيات النقابية. وعزت المنظمة سبب رفضها للعرض الحكومي إلى أنه بعيد جدا عن المنطق والجدية في التعاطي مع المسألة الاجتماعية في جانبها المتصل بتحسين قدرة الشيء للمواطنين، ولا يستجيب للانتظارات والمطالب المشروعة والعادلة للشغيل المغربي بالقطاعين العام والخاص. كما اعتبرت العرض الحكومي هزيل جدا، رافضة في الوقت نفسه عودة وزارة الداخلية للحديث باسم الحكومة في ملف يعتبر من اختصاص وزارات أخرى، وهو ما اعتبرته مؤشرا على التراجع المغربي إلى سنوات خلت. وفي موضوع آخر، قررت المنظمة رفع تقرير عام ودعوى بالحكومة المغربية للجنة الحريات بمنظمتي العمل العربي والدولي للاتحاد الدولي للنقابات في مقدمة تعميمها على كل المنظمات الإقليمية والدولية. وذكر أن وزارة الداخلية اقترحت في آخر اجتماع جمعه بالمركزيات النقابية زيادة في الأجور بمقدار 500 درهم مع زيادة 100 درهم عن كل طفل، وهو ما اعتبره بعض النقابيين عرضا هزيلا ولا يستجيب لمطالب الشغيلة.